عاوز ربنا يرزقك زي ما رزق الناس اللي حواليك من مال، عيال، زوج صالح، صحة، جمال، منصب، ايا كان الرزق اللي نفسك فيه. ادعي ربنا الرزاق انه يرزقك زي ما رزق الناس اللي حواليك. سيدنا زكريا كل ما كان يدخل على السيدة مريم من المحراب وهي بتتعبد يلاقي عندها رزق كتير، فسألها: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عمل ايه سيدنا زكريا يا ترى؟ شتم عليها ولا اتكلم في ظهرها ولا كلوا الحقد والغيرة على الحاجة اللي عندها؟ أبدا، طلع من عندها. وهنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وتكون النتيجة بفاء السرعة: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. صدق الله العظيم. إذا هنا أول ما دعا ربنا وبصدق وتمنى الخير لغيره، ربنا رزقه على طول باللي نفسه فيه. فتعالى كده حضرتك، لو الشيطان بدأ يضحك عليك ويلعب في دماغك أول ما تشوف غيرك عنده رزق كده وعنده نعمة ربنا اداهاله، يبتدي الحقد يركبك وتبتدي تاكل في نفسك وتنسى تماما إنك تدعي ربنا الرزاق القادر إن هو يرزقك زي ما رزقه. طب تعالى اقول لك ايه اضرار ده عليك في الدنيا وفي الاخره عشان تفكر كويس قبل ما تخش في الموضوع ده. اول حاجه ان حضرتك طول عمرك هتنك تاكل في نفسك وتقعد متضايق لانك مش راضي باي نعمه ربنا يديها لك. حضرتك هتكون معمي ساعتها لانك مش باصص على النعم اللي عندك وباصص على النعم بس اللي عند غيرك. تاني حاجه الناس هتاخد جنب منك ومش هتبتدي تحكي معاك اساسا لان هم عارفينك من جوه مش نظيف ومش بتتمنى لهم الخير. تالت حاجه ان حضرتك هتنك تفشل في حياتك طول ما انت ماشي. حد خد باله ان الغزالة وهي بتجري وسرعتها 90 كيلو في الساعة دايما بيوصل لها الاسد اللي هو سرعته اقل منها 60 كيلو في الساعة، لمجرد ان الغزالة وهي بتجري مش بتبص قدامها وبتنها تتلفت حواليها وتشوف الاسد قرب يوصل لها ولا لا. هو ده اللي هيحصل معاك بالظبط طول ما انت ماشي في حياتك، مش باصص قدامك، مش باصص في حياتك، مش بتاخد بالاسباب عشان الرزق، قاعد بس تبص على اللي غيرك وعلى اللي حواليك وده عنده ايه وده عنده ايه ومش باصص على اللي عندك تماما، ودايما حاسس انك انسان ناقص في كل الرزق وفي كل النعم اللي ربنا بيديها لك. اما بقى بالنسبه للاخره حضرتك هتخش على النار على طول. ليه؟ لان حضرتك مهما عملت من حسنات فحضرتك نار الغيره هتخليك تشتم على اللي انت بتغير منه، هتخليك ان انت تبتدي تتكلم في ظهره وبتغتابه، هتخليك ان انت تقول عليه كلام ما هوش فيه يعني تبهته. وكل ده هيعمل ايه؟ هياخد من الحسنات اللي انت قاعد تعبان فيها في دنيتك ويديها لهذا الشخص اللي انت قعدت تجيب في سيرته. مش بس كده، ده انت كمان لو لسانك طويل شوية واتكلمت ازيد من اللازم وخلصت خلاص حسناتك، هتبتدي تاخد من سيئاته وتتحط عندك وتبقى جاي محمل بكمية سيئات ما هيش بتاعتك وتتجرى على النار. ها، مبسوط حضرتك؟ لا ارتحت في الدنيا ولا في الآخرة؟ ما تخلينا كده عاقلين ونعرف ان الشيطان كل هدفه في الحياة ان هو يدخلنا معاه النار. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه على الشيطان عشان ينبهنا؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله العظيم. وفي ايدكم الاختيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.